يوم مختلف ويوم مش عادي. جالي مكالمة تليفون وقالولي عايزين اوردر حالا يا جماعة، ما ينفعش الساعة 3 العصر. اوردر ايه دوت اللي هخلصه في ساعتين؟ هما مكلميني الساعة 3 وعايزين الاوردر 5 5 ونص، وكمية ما شاء الله كبيرة. طب هتجمع ازاي؟ رحت بتاع الفراخ اللي بتعامل معاه، محمود وابو ياسين، من احسن الناس اللي بتلاقي عندهم فراخ ما شاء الله صبحة وحاجة كده، شغل فاخر من الاخر. قال لي انت بتهزري، عايزه العدد ده ازاي؟ قلت له معلش اتصرف. قال لي انا عندي الكميه دي بس، قلت له ماليش دعوه اتصرف. المهم راح جاب لي من المحل التاني بتاعهم، فصراحه ربنا يبارك له يعني. قال لي اقفي في المحل بقى على بال ما اجي. هو سابني في المحل وقعدت اكتشف المحل انا واخواتي بقى وكده يعني. بصوا البانيه ما شاء الله حاجه صبحه لسه مدبوحه، حاجه نظيفه، حاجه تاخديها كده وقلبك مطمن. يا سيدي على الجمال. بصوا البانيه انا ما اقدرش امسك الفراخ وما اغسلش ايديا، دي حاجه اكيده يعني. بصوا هنا بقى ما شاء الله عليه ابو ياسين، فراخه الله اكبر عليها. هجيب لك 3000 مشاهده دي عشان ابو ياسين. احلى فراخ من عند ابو ياسين. بركه الصلاه على النبي. اللهم صل على حضرة النبي. يلا يا باشا. البانيه. لا، ونقينا الطماطم وجبنا كل حاجتنا فريش فريش، ورجعنا على المطبخ على طول. والله ما غيرت حتى الهدوم. عايزه اقول لكم ان انا عماله اقول لاختي هنلحق، تقول لي اه. يا بنتي هنلحق، تقول لي ايوه. فان شاء الله انا فتحت الاونلاين بامر الله، ربنا يا رب يجعلها فتحة خير. من كتر ما انتوا عمالين تبعتولي يا آية اعملي وجبات، يا آية اعملي ده. فانا صراحة نفسي افتح مطعم، فقلت لسه خطوة المطعم شوية، فقلت نجرب في الوجبات واشوف الدنيا هتبقى عاملة ايه معايا. والدنيا الحمد لله يعني، الوجبات كانت طالعة طعمها اللهم صل على حضرة النبي، بجد بجد. بص هنا كانت الفراخ جبناها كلها صبحة ما شاء الله، الورك معدي يعني، يعني وزنه حلو جدا. حطيناها بقى وفضلنا نغسل فيها، وهتشوفوا غسيل الفراخ بتاعنا. احنا بنغسل الفراخ بطريقة تانية خالص، هتشوفوها. ولا هنقول ننقع بقى في مية ولا نعمل ولا نسوي، هتشوفوا كل حاجة قدام عينيكم. البلدي مفيش أحسن منه. يا سيدي على الجمال. لازم تعملي أكلك بنظافة تامة، ولو حد جايلك حتى لو عزومة كبيرة ما تكسليش وتقولي مثلا أكروت أغسل بسرعة أعمل، لا 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 لا. النظافة ثم النظافة ثم النظافة. بدأنا هنا بتقطيع البطاطس والبصل عشان هبدأ هعمل صينية بطاطس أو صينية تولي في الأول. أنا هنا بدأت بالكلام ده، وكانت أختي الله يبارك لها بتساعدني وشغالة في غسيل الفراخ. طبعا هنا أنا عاملة الوجبات ديت وعاملين أكل نفس الوجبات لينا، يعني احنا عاملين مزودين وعاملين نفس الأكل لينا، يعني احنا بناكل من نفس الأكل. هنا قطعت البصل. بصوا كانت اهي بتاخد الوراك علشان تبدأ، وانا اساعدها طبعا ايد على ايد بتساعد. اختي ما شاء الله عليها يعني، لما بنقول نعمل حاجة بنعملها. بصوا بقى، حطيت البهارات بتاعتنا هنا، ما حطيتش غير 7 بهارات وشوية فلفل اسمر وشوية ملح، بس كده. لو حابة تحطي بابريكا حطي، انا هنا ما حطيتش بابريكا لان الطماطم اللي احنا جايبينها كانت ما شاء الله اللهم بارك حمرا بزيادة، فولا حطيت صلصة ولا حطيت اي حاجة. كده خلاص غسلنا الخضار وهبتدي اقطعه، وقطعنا البطاطس وجهزنا، والبصل على النار كنت بديها تشويحة. انا بحب لما اعمل صينية البطاطس عندي في البيت بعملها كده، فلازم الوجبات اللي طالعة تكون احلى كمان من اللي انا بعملها. فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كانت قرفتها زي العسل، وما خدتش ساعتين بالظبط، وكان كل حاجة مستوية بأمر الله. يعني دايما سمي الله واتكلي على الله، وبأمر الله ربنا مش هيخذلك أبدا، وهتطلعي أجمل حاجة. صلوا بقى على النبي، ولو لسه بتتفرجوا على الفيديو ما تنسوش لايك حلو للفيديو. حبايبي اللي منوريني ودعمني، وبصوا يعني ربنا الأعلم أنا بعزكوا قد إيه. حطينا هنا طبعا سمنة بلدي، أنا هنا بعمل الأكل كله بسمنة بلدي، وقلبت البصلاية شوية على النار أو شوحتها شوية على النار، ونزلت بالمية علشان كان لسه الفراخ ما سلقناهاش. احنا هنا حبيت أكسب وقت إن أنا أعمل صواني التولي، لأني عملت صينيتين ما شاء الله اللهم بارك كبار غير دي، فاللي هو عايزين ننجز وقت
حطيتهم على النار عشان على بال ما هما يستووا يكون غسلنا الفراخ ونكسب وقت علشان بس البوتاجاز والكلام ده نسعف نفسنا. بصوا بقى غسيل الفراخ، عايزة اقول لكم احنا هنا نقعينها بملح، بداية بملح. اللي هي خلصته اختي اهي بتغسل، اللي هي خلصته ده بتحط له دقيق وشوية ملح. يعني انا هنا بغسل بمية بيضة صافية وشوية ملح مرشوش عليها. بنبتدي ننضف الفراخ نفسها تنظيف غير عادي. بصوا الورك بياخد وقت قد ايه. طبعا هنا انا كمان مسرعة الفيديو، فاكتر حاجة اخدت مني وقت هو غسيل الفراخ، لكن الاكل ما شاء الله ما خدش وقت خالص. بتغسلي الورك او الصدر او الفرخة كاملة كويس جدا، بتطلعي كل الحاجات اللي فيه دوت. في ناس بتسيبها بس على حسب ما انتوا بترتاحوا، احنا بنحب نطلعها وننضفه كده. واهم حاجة الحتة اللي بتكون عاملة زي الصابون دي المزحلقة دي لازم تطلع، لازم الورك يكون ابيض قشطة. يعني هنا كان لسه كمان كنت بغسل فيه، بصوا شكله عامل ازاي. بصوا بقى لما بتحطي عليه الدقيق ولا بتشمي ريحة زفارة نهائي. في ناس بتنقع الفراخ في مية وملح وخل وشوية دقيق، بس لازم الدعكة الأولانية دي اللي بالمية لازم. يعني احنا هنا بنغسله بالمية كويس جدا. ليه بقى؟ نظافة وأمان، وريحة الفراخ بتشم ريحة الفراخ كده، مش زفارة ولا حاجة. فاهمين؟ فالخطوة دي مهمة جدا جدا جدا. لازم عيني تكون شايفة الحاجة اللي قدامي دي بيضة زي القشطة. المية اللي تكون نازلة منها كده تكون مية شفافة. يعني يعني أنا نسيت أوريكم المية اللي نازلة منها من الآخر، في الآخر خالص هتشوفوها. بصوا بقى بنقطعها وبنظبطها، وآخر الورك كده بيكون في حتة اللي هي دي لازم تتقطع. شايفين احنا شغالين ما شاء الله احنا الاتنين مع بعض عشان ننجز وقتنا، والحمد لله طلعنا كل كمية الوجبات في وقتها. بالضبط 5:30 كان كل الكلام ده خلصان. بصوا هنا كنا نقعينها شوية بدقيق وملح، بعد كده هنغسل مكانها. وطبعا الحوض ده متصب من 200,000 مرة علشان خاطر الوراك. بننقعها الأول في ملح، وبعد كده بنغسلها كلها ونشيلها في طبق، وبعدين بنصبنه تاني وبننزل الفراخ تاني، وبعد ما بنصبنه بنحط شوية خل عشان الصابون ما يفضلش فيه. بصوا الورك ما شاء الله شفاف ازاي. ادي كده تاني خطوة. الخطوة الأخيرة بقى هي ايه؟ بنحط عليه ليمون. يعني أول خطوة اللهم صل على حضرة النبي، الملح والخل، وبعد كده الدقيق، وآخر حاجة الليمون. وبعد الليمون كمان بيتشطف شطف، يعني محدش يحط من الحلة بالليمون، لأ، على الحلة قصدي بالليمون. هنا كنا حاطين المية تغلي على النار وبنغسل بقى وكميات. يعني بصوا كانت صينية البطاطس خلاص استوت، أو التل كان استوى، الصينيتين ما شاء الله. هنا بقى هننزل بالشعرية بتاعة الرز، عاملين برضو على حلتين ما شاء الله كمية حلوة، وعشان ننجز وقتنا. واللهم صل على حضرة النبي الأكل كان جميل والناس شكرت فيه جدا جدا جدا. عايزة أقول لكم الوجبة ديت وحياة عيالي ما طلع فيها ولا أي مكسب، بس طلع مني ليكو حبا ليكو بس مش أكتر. بص بقى كان هنا خلاص الدنيا جهزت معايا، والشعرية أنا بحب أحمرها قوي كده بنفس الشكل ده. وغسلنا الرز وصفيناه، هنزل بيها. طبعا الرز كلكم عارفينه، والصينية البطاطس عارفينها، والفراخ انتوا عارفينها، مفيش أي افتكاسة. بس أنا حبيت أشارككم الفيديو بتاعي، فلو حد عايز يطلب أونلاين هو رقم واحد بس، 0117 2 44 77. مفيش رقم تاني يا جماعة. أي حد يتكلم على حسي مفيش غير البيدج اللي هي اسمها أسرار المطبخ مع آية زايد، والقناة اللي اسمها آية زايد، أو الصفحة اللي اسمها آية زايد. أكتر من كده ماليش. والبرنامج بتاعي طبعا اللي في التلفزيون على قناة الصحة والجمال مع آية الأكل حكاية. غير كده يا جماعة ما عنديش أي أكاونت تاني ولا أي حاجة تاني. القناة بتاعتي اسمها أسرار المطبخ مع آية زايد على اليوتيوب برضو، هما دول الخاصين بيا. على التيك توك آية زايد، على كواي آية زايد، أي مكان هتكتبوا آية زايد بأمر الله هتلاقوني. حبايب قلبي ربنا يديمكم يا رب نعمة في حياتي. هنا حطينا الملح، أنا مش بحب أعاير الملح ولا المية. طبعا الرز المصري عارفين بياخد شوية مية مش كتير، مش بنكتر المية.
هنقلبه. أهم حاجة بقى التحميصة اللي بياخدها على النار دي. هننزل بميتنا ونقلبها مية من الحنفية عادي، أنا مش بحط مية مغلية، في ناس بتحط مية مغلية، بس كل واحد على حسب اللي بيرتاحله. هنقلب كده، أي حاجة عيني شايفاها مش مستحبة أشيلها. هنا بقى كنت عملت إيه؟ خدت شوية من وش صينية البطاطس أو من التولي، وحطيت معلقة، ما كانش عندي غير معلقتين من الصلصة، حطيتهم وجبت كبشة شوربة ونزلت بيها في البرطمان ومصمصته بمعنى أصح، وقلبتها مع شوية توم مهروسين حلوين وشوية بابريكا وشوية السبع بهارات، بس كده، أو معلقة بابريكا ومعلقة السبع بهارات. هنا كانت أول حلة بأمر الله استوت والباقي لسه على النار. فهندهن الصينية زيت. هنا ما حطيتش ليه سمنة من تحت، علشان السمنة ممكن تشيط أو تلزق، فأحسن إن احنا نحط. الصينية دي سعفتني جدا جدا جدا، دي صينية بتاعت حماتي، سعفتني جدا ما شاء الله عليها، خدت كمية من الفراخ حلوة وما بتلزقش خالص في البوتاجاز، فعجبتني صراحة. المهم دهنا الزيت عشان السمنة ممكن تلزق. بصوا ما شاء الله التولي مستوي ومتحرمش كده، انا لو ما كانش التولي كده ماكلوش ابدا، فلازم اوصل الحاجة افضل من اللي انا بعملها كمان. وعايزة اقول لكم التوم اللي بيتحط على وش الفراخ ده مع شوية الصلصة او شوية الدمعة اللي طالعين من صينية البطاطس، حقيقي بتنقلها لنقلة تانية خالص. بألف هنا لكل ده الوجبات، وبشكركم جدا على كل الكومنتات اللي جاتلي. أكلك جميل يا آية، أكلك حلو ما شاء الله اللهم بارك، الوجبة تكفي وزيادة، يعني حاجة كده تفتح النفس زي ما بيقولوا. هنحط أول صينية في الشواية، وبعد كده هنطلع بقى، يعني هنطلع مثلا ايه، اول ما الصينيه تخلص هنكمل، هنمسح بقى هما كانوا نضاف صراحه، بس انا زياده تاكيد جبت فوطه نضيفه كده وفضلت امسحهم، فوطه مطبخ يعني، وفضلت امسحهم زياده تاكيد، يعني انا موسوسه شويه في حته النظافه دي. ف اختي كانت عماله تقول لي يا بنتي حرام عليكي نضاف، قلتها لا هنمسحهم. فاللي هو كده لازم الواحد يوصل الحاجه للناس زي ما بياكلها بالظبط، ويمكن أحسن كمان، عشان بس الناس تديلنا دعوة حلوة، مش عايزين أكتر من كده. والله العظيم الوجبة ما فيها مكسب، وحياة ربنا أنا حاطة كمان من معايا، بس بصوا الغالي يرخص ليكم. حطينا هنا بقى الرز، هو المفروض الرز يتحط في الاتنين الصغيرين دول واحدة منهم، فصراحة أنا استصغرتها جدا، يعني هنا كان بننقي بقى اللي اتحمر قوي ونشيله عشان الكمية كلها. بصوا بقى البطاطس ما شاء الله، يعني البطاطس دايبة دوب وفي نفس الوقت متحمرة وشكلها كده يفتح النفس، وشوية مخلل. هنا مرضناش نعمل سلطة، قلنا المخلل بيفتح النفس أكتر. ليه بقى؟ عشان تخلصوا الوجبة وتتصلوا بيا تقولي لي عايزين واحدة غيرها. بألف هنا بألف هنا، حاجة كده. آه، يعني يا رب بأمر الله الفكرة تكون عجبتكم، حبيت أشارككم فكرتي، وإن شاء الله بأمر الله تكونوا استفدتوا ولو حتى 1%. بصوا بقى الوجبات اللهم بارك، حطينا كل حاجة، كنا بنغرف وآخر حاجة بنحط الفرخة ونقفل على طول. هنا كان الأوردر كله المطلوب كله كان وراك، فعملنا على حسب الطلب اللي جالنا. بصوا بقى، يعني حقيقي الفراخ دايبة دوب لأنها أصلا مسلوقة، والصلصة اللي احنا حطينها من فوق بطعم التوم ديت، أنصحكم تجربوها في بيتكم عندكم وهتشوفوا الفرق، هتخلي طعمها كده نقلكوا في حتة تانية، كأنكم بتاكلوا كده أكلة من الزمن الجميل، يعني أكلات الخير. يا رب ربنا يصلح حالنا وحال كل الناس، اللهم أمين، ويديمكم نعمة في حياتي، وتفضلوا دايما كده فاتحين نفسي بكومنتاتكم الحلوة وبلايكاتكم الحلوة. وبشكر كل اللي بعتلي رسالة على الخاص باركلي فيها، بشكره من كل قلبي. ويا رب بأمر الله أنا المرة دي بدأت بالوجبات اللي في البيت، إن شاء الله بأمر الله أبدأ بقى بالمطعم اللي نفسي فيه أعمله، وتكون فتحة خير يا رب إن شاء الله عليا وعليكم وكل اللي ده الوجبة،
يا ريت لو كده يبعت لي كومنت ويقول لي ايه رأيه فيها، لو اللي دقوها يعني شافوا الفيديو. وبألف هنا. بس كده. لو لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش دعوة حلوة، لايك حلو، شير بقى يا بنات، شير شير شير، عشان ان شاء الله في مفاجآت كتيرة كتيرة كتيرة. هنكسب ناس وهندخل ناس في مسابقات ومفاجآت كتيرة ان شاء الله. هنا كانت دي نص الكمية، يعني ده نص الكمية، الباقي كله احنا بقية الفراخ لسه بتتحمر، والباقي كله ما بنغرفش غير لما الفراخ تتحمر عشان الأكلة تنزل كده لل اللي هيستلمها تنزل له تكون سخنة أو توصل له تكون سخنة. فاهمين؟ بس كده. كان معاكم آية زايد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، أسيبكم في أمان الله وفي حفظه، وربنا يخليكم ليا يا رب. مش لاقية كلام بجد اقوله لكم اكتر من كده، معلش الفيديو طويل جدا، بس على قد ما قدرت، على قد ما قصرت منه. وبصوا بقى ده سعر الوجبة، ودي الحالة اللي انا كنت منزلاها في ثواني. وشكرا شكرا شكرا لمشاهداتكم وتعليقاتكم وكومنتاتكم. ربنا يديمكم نعمة في حياتي دايما، وتفضلوا كده يا رب منورين حياتي، او منورين صفحتي، او منورين قناتي. بس كده. أسيبكم إن شاء الله، واستنوا فيديو جديد ومفاجآت كتيرة. وزي ما قلت لكم أكتر حد بيعمل شير للفيديو أنا بشوفه وبعمل له فيه مسابقات وفيه هدايا كتير. فأنصحكم يا جماعة تعملوا شير كتير للفيديو وكومنتات كتيرة، وهننقي إن شاء الله 2 نكسبهم كل أسبوع.